بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد لي اوقاتكم بكل الخير يا رب. ان شاء الله تكونوا بألف خير انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. طبعا هاي الورقة اللي بينت لكم اياها هي ورقة منزوعة كبيتها. طبختنا لليوم هي الورق العنب. حطيت طنجرة مي على النار خليتها لحتى تغلى منيح. بعد ما قطفت ورق العنب ورتبتهم فوق بعض حطيت طبقة وحطيت على كل وجه حوالي دقيقة لحتى يغير لونها منيح تصير لون تاني. بعدين حطيتها بمصفاية لحتى تصفي المي الزايدة اللي فيها ولحتى تبرد. هلأ لتحضير الحشوة كنت ناقعة رز حوالي ساعتين وغاسلته منيح. بعدين ضفت عليه حبة بندورة مبروشة وباقة بقدونس طبعا ناعمة. وحطيت البهارات معلقة كبيرة ماجي، معلقة صغيرة كركم للفائدة، وسبع بهارات الكاري، كزبرة وكمون. وكنت داقعة توم تقريبا توم بحبه أنا كتير للتوم عليه فكترت توم دقيته منيح مع معلقة كبيرة ملح. وبعدين خلطتهم منيح. طبعا بهاي المرحلة بتمنى تضيفوا عليه دبس رمان، أنا ما ضفت لأنه ما عندي صراحة. بيعطيه كتير نكهة طيبة لأنه الورق العنب اللي لفيته اليوم هو ورق فرنسي، بنقول ورق فرنسي فهو ما كتير فيه حموضة، فإذا ضفتوا دبس رمان بيعطيه حموضة كتير طيبة. ضفت عليه زيت الزيتون بيعطيه نكهة كتير طيبة، وأنا بكتر زيت زيتون. هون رصيت ورق العنب رصفتهم جنب بعض لحتى في للسرعة باللف، وحطيت الوجه الناعم لبرا والوجه الخشن لجوا. بتوقع أغلبية الناس بتعرف تلف ورق العنب ما بده يعني ما بده شرح. بعد ما لفيت ورقات العنب هون كنت هون رح أخلص. بعدين قطعت بسفل الطنجرة حطيت بصلة شرائح، جزرة، حبة بطاطا، توم صحيح وتوم صغير هاد بقشره تركته بقشره غسلته منيح ورشيته بين حبات ورق العنب. هذا بيعطيه طعم كتير طيبة، خصوصا بعد ما بيستوي وانتوا عم تاكلوا حبات التوم تطلع كتير طيبة. بعد ما خلصت لفون حطيت عليهم على الوجه زيت نباتي، فيكن تضيفوا سمنة بتعطيها نكهة كتير طيبة السمنة. وبعدين حطيت لها معلقة ملح كبيرة، طبعا ما تفكروا كبيرة، هي بالفيديو مبينة انه كتير بس هو بالعكس ما انه كتير نهائيا. وبعدين ضفت عليه معلقة بهارات الماجي، هي بهارات انا بشتريها هيك جاهزة. وبعدين رجعت زدت عليه زيت الزيتون، طبعا كمان زيت الزيتون بيعطيه نكهة طيبة، وبهاي المرحلة كمان ضيفوا عليه دبس الرمان كمان بيعطيه نكهة كتير طيبة. بعدين حطيت لهم صحن لحتى ما يتحركوا ويخرب شكلهم. وبعدين زدت عليهم المي وبعدين حطيتهم على نار قوية، وبعد ما نوست عليهم لحتى استوى منيح. وهون قدمتهم، وألف صحة وهنا يا رب، إن شاء الله يكون عجبكم.